يا صباح السعادة والسكر الزيادة، صباحكم معطر بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جايلك النهاردة في فيديو جديد. أحلى صباح على عيونكم كلكم. طبعا روتين النهاردة سهل وبسيط وسريع، وإن شاء الله تقومي تتنشطي، ولو عندك غسيل هنطبقه سوا، ولو عندك غسيل هننشره سوا، ولو عندك طبيخ هنطبخه سوا. هنا طبعا هنعمل أكلة حلوة. وبعدين هنا طبعا انا قمت من النوم، لميت الغسيل. اول حاجه حسيت ان انا بكسل كده، فانا قلت افتح البلكونه وادخل الشمس شقتي كده، واحس ان الدنيا خلاص بدأت تدخل بيتي كده ونصلي على النبي كتير وتستغفر ربنا كتير عشان العيون الوحشه الخبيثه اللئيمه تبعد عننا. هنا طبعا قلت ما الم الغسيل، كنت نشراه من بالليل. وقلت طلعت طبعا الستاره بره الحبال كده، علشان طبعا بيبقى الجو نار، واقف بقى براحتي كده على ما استعيد نشاطي واشحن طاقتي. فوقفت هنا الم الغسيل، وانا من الناس اللي بحب الم الغسيل واطبقه وانا واقفه كده. بتسهلي على نفسك، يبقى ده اول خطوه خلصناها خالص بكل سهوله، ان احنا لمينا الغسيل وطبقناه واحنا واقفين. هاخد بقى كل الحاجات دي وارص كل حاجة في مكانها، وابتدي بقى يكون ولادي صحهم. اعمل فطار نفطر، واقعد مع نفسي شوية كده، وبعدين نبتدي بقى اقوم اشوف هعمل ايه مثلا في الشقة. بروق حاجة حاجة كده، وبعدين ابتدي بظبط الدنيا يعني. وبعدين اعمل اكلي بقى. النهارده هنعمل النهارده اكله سهله وسريعه وبسيطه، وطعمها تحفه تحفه تحفه. انا اول مره اعملها معاكم على القناه. خليكي معايا ما تجريش الفيديو، علشان ان شاء الله تطلعيش مش هتطلعي من الفيديو الا لو انت مستفاده، وهتنفذي الاكله دي ان شاء الله. هتقولي لي هتعملي ايه، هقولك اصبري بس صبرك بالله. هنعمل اكله حلوه وطعمها حلو واكل مطاعم، والطاجن فيها بالشيء الفلاني انا هعمله لك بكل سهوله. وهيبقى طبعا هو مكلف، بس مش مكلف للدرجه زي ما هتجيبيه من المطعم. يعني احنا هنعمل اكله هتكفي 5 افراد. انت لو جايباها من المطعم بصراحه ال5 افراد دول هيكلفوكي شيء وشويات يعني بصراحه. خليكي معايا ويلا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا النهاردة الجمعة. فطبعا الصلاة على النبي كتير واستغفاري كتير، صدقيني بتشيل الكرب والهم والغم وبصم، بتفتح لك أبواب السعادة والفرح. حتى لو انتي بحاجة بسيطة كده، وبتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام على طول، وتخلي الذكر في لسانك، هتبصي تلاقيكي بصم إيه حاجة كده، بص روحانية بتحسي بيها. وبعدين وبتشيل بقى عنك العيون الخبيثة، وبتشيل همك وغمك وكربك. صدقيني والله العظيم، خليكي كده مع ربنا، وربنا هيبقى ان شاء الله معاكي. طبعا هنا كنت فطرت ولادي ودخلت بقى على المواعين كده اول باول. ما تكوميش على نفسك، عشان طبعا لما اعمل الغدا يبقى الدنيا عندي فاضيه. طبعا كان في الوقت ده فطرت ولادي وخلصت، وروقت الدنيا بره وخليتها زي الفل، وقلت ادخل بقى اشارك معاكم المقطع ده، ونعمل بقى الاكله اللي احنا هنعملها النهارده. وعملت والله حلو كمان. بس معلش اعذروني بقى، التليفون عندي بايظ، فبصور على قد ما اقدر. ان شاء الله لما يتصلح يعني اجيلكوا بقى بتصوير وفيديوهات تكون حلوة تديكيش نشاط وطاقة. انا بختصر علشان طبعا التليفون مش مساعد معايا. هنا خلصت الكوبايات والمواعين بتاع الفطار، وبعدين رصيت كل حاجة في مكانها، وخليت الحوض زي الفل زي ما انت شايفة كده. وبدأت هنا اقول بقى هنعمل أكلة النهاردة. طبعا هنا النهاردة انا جبت كيلو ونص جمبري. والله انا كنت جايباه على اساس هيتسلق، فانا لقيته صغنن بصراحة، مش صغير للدرجة يعني، هو حلو بس لو اتسلق هيصغر قوي. فانا قلت لا، انا نفسي ولادي نفسهم في المكرونة اللي هي الطواجن دي، اللي هي زي بتاع المحلات بالظبط. فانا قلت طب انا هعملها لكم بقى، وعملتها بطريقه حلوه قوي، وبصراحه عجبتني. وانا متهيألي لو كلتها من بره مش هتبقى بالطعامه دي. وخليكي معايا علشان ان شاء الله هتقومي وهتنفذيها وهيعجبك الطريقه، لانها سهله وبسيطه وسريعه ومش مكلفه. يعني بالنسبه للتكاليف بره، لا، ده اكل يكفي 5 افراد. انت لو جايباه من بره طبعا كل فرد هياكل بقد كده، فهيبقى مكلف معاكي.
إيه انا عاوزه اقول لكم حاجه، ان انتوا وحشتوني قوي والله العظيم، وحشني الكلام معاكم. ولو انا دلوقتي ممله في الكلام او هتقولي بترغي كتير، معرفش انا المقطع وقف. فانا عاوزه الهي واتكلم، لان انا جريت المقطع كتير، لان انا بقول لكم التليفون عندي مش مظبوط. فممكن يكون صور وانا ما يعني بكون بشتغل، فصور المقطع ده كتير يعني. فمعلش بقى اعذروني لو هتجري المقطع ده وتخش على الفيديو اللي هو بتاع الجمبري، طاجن الجمبري. يعني انا عامله طبعا في الصينيه، مش عامله في طواجن، اختصرت يعني، وهعمله في القالب اللي هو التيفال ده. طبعا جبت كيلو ونص جمبري، قشرته وغسلته غسلة حلوة معتبرة وبالدقيق وعصرة ليمون. بصي خليت ضيعت الزفرة منه خالص. وبدأت هنا ايه هعمله دلوقتي زي ما انت شايفة، هتشوفيه دلوقتي ان شاء الله، تقولي شايفة ايه؟ اقول لك المقطع نزل يجري وانا مش عارفة اعمل ايه. والله بقالي كام يوم عايزة انزله، بس كل شوية اجري منه كده لان المقطع طويل. طبعا جبت هنا معلقة سمنة بلدي، وحطيت عليها زيت، يعني قيمة معلقتين زيت. ولما يسيحوا خالص كده هتبتدي تنزلي بالجمبري عليه. طبعا الجمبري كنت غسلته وصفيته خالص. وهبتدي انزل هنا ايه الاول. هتجيبي مثلا راس توم صغيره، او هنقول 7 فصوص توم. هت هتنعميهم قوي، وبعدين تنزلي على السمنه بالزيت اللي احنا عملناه ده. هتدي صدمه للتوم بس، يعني مش هنديله اي لون، ريحته بس تطلع كده تقومي نازله بالجمبري عليه. طبعا الجمبري مش هنسويه لان الجمبري ما بيستحملش. هندي صدمة للجمبري كده وهننزل عليه بالتوابل، وبعدين هوريك دلوقتي هنشوف هنعمل ايه. طبعا من احسن الطواجن، اقسم بالله انا قلت ده احلى من النجريسكو والمكرونه البشاميل والكلام ده حاجه وهم كده. طبعا نزلت هنا بقى على الجمبري بنص معلقة فلفل اسود صغيرة، ونزلت نص معلقة بابريكا، ونص معلقة بهارات. طبعا في بهارات السمك وبهارات الجمبري بتجيبها دي توابل من العطار. فطبعا ونزلت عليهم هنا بقى بملح بسيط. وهبتدي هنا ادي التشويحه بقى، هي بدأ الجمبري ينزل الصوص بتاعه خالص اللي هو فيه. ريحته روعه 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 تغني. شوفي بقى الزبده السمنه مع التوم لها ريحه تانية. طبعا في الوقت ده بقى كنت شلت الجمبري، يا دوبك اديته تشويحه في التوابل كده، ما سويتوش. وبدأت انشله واسيب برضو التتبيله بتاعته في قلب الحله. هننزل عليها هنا. طبعا انا جايبه كيلو ونص لبن او كيلو ونص حليب، هنحط له 6 معالق دقيق. نزلت بالدقيق هنا، شوحته بقى في قلب اللي ابتدي بقى حمريه، اللي هو تديله اللون اللي هو الذهبي الخفيف ده. ايدك في زي البشاميل بالظبط. بس انا نزلت هنا على الصوص بتاع الجمبري، صدقيني الطعم وهم وهم وهم. طبعا هنا بدأت اشوحه بقى زي ما انت شايفه كده، لقيت ان الدهان بتاعه شويه، زودت حبه زيت بوساق. وانزلي بقى باللبن كده او الحليب، وايدك فيه. طبعا مش هحط ملح ولا هحط اي توابل، انا اكتفيت بالتوابل اللي كانت نازله من الجمبري. وهبتدي اقلب بقى لحد ما يديني المطه الجميله اللي انت شايفاها في البشاميل دي. طبعا في الوقت ده بقى كنت محضره جبنه موزاريلا، سايباها فكت خالص بدرجه حراره المطبخ عشان تدي المطه، لكن لو نزلتها متجمده كده ما بيبقاش فيها مطه. وابتدي قلبي بقى في القمر ده كله مع بعضه، وهنبتدي نطفي عليه. هناخد بقى الحاجات الجميلة دي. كنت انا في الوقت ده سلقة المكرونة. طبعا ده كيلو الا ربع مكرونة او 750 جرام مكرونة. وبدأت هنا اخد بقى من البشاميل كام معلقة كده، وهنزلها على المكرونة، اقلب بقى كلها ببعضها كده. وهبتدي هنا احط اوزع بقى الجمبري. بصوا اكلة جميلة وطعمها حلو وخفيفة في نفس الوقت ومميزة. بصوا طعمها تحفة والله العظيم، نفسي تجربوها بالطريقة دي. إيه هتعجبكم ان شاء الله. انا على فكرة ما بنزلش في القناة الا الحاجة اللي انا خلاص معتمداها وطعمها تحفة وعجبتني بصراحة. هنا طبعا بدأت اوزع بقى الجمبري زي ما انت شايفة كده، عشان كل خرطة تطلع فيها تبقى مليانة جمبري. وبدأت هنا انزل بقى بالبشاميل كله على المكرونة. صدقيني الريحة كانت بصوا مفهفحة وروايح بصراحة.
هنا خلصت بقى، هنزل هنا برضو بجبنه موزاريلا على الوش كده، وفي الوقت ده بقى هنحطها على الشوايه، بس الشوايه بس بتاعه الفرن. نديها لون بس من فوق كده. على ما تخلص بقى كنت انا هنا ايه قلت اعمل رز بلبن. كان المقطع برضو وقف زي ما انتوا شايفين كده، لان التليفون عندي والله العظيم، اعذروني بقى، وانا عارفه انتوا اخواتي يعني مش هتملهم، و... وانا بحاول يعني اتكلم معاكم وكده عشان تبقوا ايه ما تزهقوش مني. انا ما بزهقش منكم خالص، وبحب الكلام معاكم. طبعا هنا بعد ما دخلتها الفرن وطلعتها، شايفين القمر والجمال بقى والحلاوة والطعام، بصوا مميزة جميلة، لونها ذهبي والله، من غير فلتر ولا من غير اي حاجة. وريحتها بصراحة روعة روعة روعة. تحس كده يعني اللي يشمها مش عارف دي نجريسكو ولا مكرونة بشاميل ولا. هي ريحتها جميلة، كأنك داخلة مطعم بالظبط. وطرية، والبشاميل كده مش ناشف ولا اي حاجة، وفضل حتى لما بردت برضو فيها المطة، والبشاميل بتاعها سايح كده. هنا طبعا بدأت اقطعها بقى، وزي ما انت عاوزة بقى، قطع كبيرة قطع صغيرة براحتك بقى. وهنبتدي هنا طبعا اطلعها عشان اوريها لكم بس. وكنت في الوقت ده مع حاطة على النار بعمل رز بلبن. طبعا كنت جايبة 2 كيلو حليب او لبن. و... وهنا هوريكم برضو اللبن لما خلص. هنا طبعا كانت المكرونة خلصتها، وكنا بناكل وكده، فانا هنا كنت خلصت بقى، قمت خلصت وكنت صبيت الرز بلبن. طبعا رز بلبن انا منزلاه في القناة كتير، لو انت عاوزة انا بنزل فيديوهات لوحدها لكل حاجة. بس انا شاركته في اكلة علشان طبعا ايه انا عاملاه قبل كده كذا مرة. وده كان يومنا النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين طبعا.